قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم جبار، حاله من المتعه والاثاره التي لم ولن تتكرر ابدا. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بدكتور سترينج ومس امريكا اللي بيكونوا واخدينها جري من الوحش ده، ولكن سترينج بيدي ضربه للوحش ده بيجمده مكانه. بتقول له انجز موته، بيقول لها هو ابن الهرمه لسه ما ماتش، بس الحاجه دي كفيله بموته. بتقول له ده كتاب فيشانتي، بيقول لها انا مش هسمح له يسيطر عليكي، روحي عند الكتاب دلوقتي حالا. تفتكر انهم هيوصلوا يا صديقي؟ لا والله، بيطلع لهم وحش عنيف هو بيكون هيدمرهم بالكامل، ولكن الدكتوره بيقف له علشان يخلص عليه. بيحاول يحبسه بقوته الخارقه ولكن ما بيقدرش عليه. بيقول لمس الوحش ده قوي جدا، انا مش هقدر عليه، ولكن هو مش عايز الوحش يسيطر عليها. في الوقت ده بيمسكها وبيرفعها لفوق. تقول له انت بتعمل ايه؟ انت كده بتموتني. بيقول لها انا عارف اني بعمل كده، ولكن لو بصينا للاكوان المتعدده فتضحيتك تستحق اكتر من ما تتوقعي. في الوقت ده الوحش بيديله خازوق في بطنه او بيرفعه لفوق. مش شايفها حنبله. مس بتاخدها جري عشان تلحق الكتاب، ولكن الوحش ابن الهرمه بيمسكها وبيسيطر عليها بالكامل. البنت بتستخدم قوتها الخارقه وبتفتح بوابه عبر الزمن. دكتور سترينج بيضرب الوحش وكلهم بيخشوا البوابه دي. بيفوق دكتور سترينج وبيكتشف انه كان في حلم. في الوقت ده بيقوم يلبس بدلته ويخرج علشان معاه فرح. عقبال فرحك يا صديقي. بيروح هناك بيكتشف ان العروسه كريستين ودي البنت اللي كان ماشي معاها. بيروح يسكر علشان ينسى وهي بتروح تشرب علشان تفتكر. ده بيسلم عليها وبيقول لها الف مبروك يا جاموسه. بتقول له تسلم، معلش نسيت اعرفك على تشارلي، تعال اعرفك عليه. بيقول لها مش عايز، انا عايزك بس في كلمتين. اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم، ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد منهم. اكيد انت عارفه انا عملت كل ده علشان احميكي وعلشان كده انا بعدت عنك. بتقول له كده كده علاقتنا كانت فاشله يا ستيفن، علشان انت هنا موجود لحمايه الناس مش علشاني انا وبس. بيسيبها وبيروح يبص من البلكونه، بياخد بدلته وبينزل يشوف ايه اللي بيحصل. بيكتشف ان في وحش مفترس وبيدمر اي حاجه قدامه. الوحش بيكون خلاص هياخد البنت دي، ولكن سترينج بيمنعه في اخر لحظه. الوحش بيرمي عليه الاتوبيس ولكن سترينج بيقسمه نصين. على وضعك يا حسين. بيقول له هو انا اعرفك، ولكن الوحش بيديله واحده في الانترفانتاس، ما بيشوفش حاجه تاني. واحد يقول لي وما هو الانترفانتاس يا ميخا؟ والله ما اعرف يا صديقي. المهم الوحش بيكون خلاص هيقتل البنت، ولكن بينقذها في اللحظه الاخيره الساحر الاعلى، ولكن بيطلع هفا هو كمان والوحش بيقفشه. وامريكا بتكون خلاص هتقع، ولكن العبايه بتاخدها وتجري. برضه الوحش ابن الهرمه بيضربها وبيزنق العبايه على السلم. تفتكر ان الوحش هيفضل مسيطر يا صديقي؟ لا والله، دكتور سترينج والساحر الاعلى بيقفوا له وبيقفوا هما الاثنين للوحش، وهو الوحش مجرجرهم. سترينج بيلبس العبايه وبيطلع يرشق السهم ده في عينيه بيقلعها له. بيخلصوا على الوحش. الساحر الاعلى بيقول له مين البنت دي؟ بيقول له انا لسه كنت هسال نفس السؤال. دكتور سترينج بيقول لها هو الوحش ده كان عايز منك ايه؟ ولكن مره واحده بنت الهرمه بتسرق الخاتم بتاعه. تفتكر انها هتهرب يا صديقي؟ لا والله، بيفتحوا بوابه عليها وبيجيبوها من قفاها. دكتور بيقول لها ليه عملت كده؟ بتقول له لاني خايفه منها. بيقول لها انا عملت المستحيل علشان انقذك، اكيد طبعا مش عايز اقتلك، ولكن اللي انا مستغرب له ان انا حلمت بيك امبارح. بتقول له ده ما كانش حلم. بتقول له ده كان كون تاني، انا اقدر اخش جوه الاكوان المتعدده ولكن انا ما بقدرش اتحكم فيهم للدرجه الكافيه، وده ما بيحصلش غير لما بكون خايفه قوي. بيقول لها الوحش ده كان عايز يقتلك ليه؟ بتقول له في الحقيقه هو كان عايز يخطفني، هو شغال لحساب شيطان وعايزين يسيطروا على قدراته. بيقول لها انا اعرف حد هيقدر يفيدنا في الموضوع ده. في الوقت ده بنروح لواندا، واحده من ابطال الافنجرز، عندها اقوى سحر في العالم. بتكون قاعده مع الاولاد وفجاه بتصحى من النوم لانها كانت بتحلم اصلا. دكتور سترينج بيروح لها وهو بيقول لها انا محتاج مساعدتك، ولكن اللي هو ما يعرفوش ان واندا دي طلعت هي الشيطان نفسه. بيقول لها هو انت بتعملي كده ليه؟ فبتقول له انا عايزه كده علشان ارجع اولادي الاثنين. بيقول لها دول مش اولادك، دول اثنين انت زرعتيهم من الساحر. بتقول له امريكا تلزمني واما هاجي عندك لازم تسلمهاني. بيقول له لو ما عملتش كده بتقول له هاجي وهدمر المكان بالكامل وبرضه هاخدها وهمشي. في الوقت ده دكتور سترينج بيرجع كامرتاج، هو بيبدا يامن المكان علشان هجوم واندا، وفعلا بتوصل واندا. بيروح لها وبيقول لها احسن لك امشي على رجليكي بدل ما همشيكي على صاروخ. بتقول له اخرك فاضي، استعد للموت. وبتبدا الملحمه يا صديقي. بنت الهرمه بتخش عليهم ولكن ولا بيفرق معاهم، بيكون درع الحمايه كافي يوقف قوتها، ولكن بنت الهرمه بتستخدم سحرها وبتسيطر على عقل واحد فيهم، بتخليه يفتح لها درع الحمايه. بتخش من الثغره دي وبتبدا تدمر فيهم واحد ورا التاني، محدش بيقدر عليها وبتكسر عظمهم بالكامل. بتجيب عليها وطيها، بتخلص عليهم بره وبتخش جوه لدكتور سترينج. بتقول له ابعد عن طريقي علشان ما خلصش عليه، بص شوف اولادي عاملين ازاي من غيري، انا هعمل المستحيل علشان اوصل لهم. بيقول لها اولادك مين؟ اولادك دول مش موجودين وكل اللي انت شايفاه ده تهيؤات. بنت الهرمه ما بتصدقهوش وبتهجم عليه، بتخش عليهم بكل شراسه وبتكسر عظمهم بالكامل. بترفع امريكا لفوق وبتفتح بوابه. دكتور سترينج بياخد امريكا وبينطوا في البوابه دي، بيهربوا منها. بيفضلوا يلفوا في الاكوان لحد ما بيوصلوا عند كون معين وبيقفوا. بيروحوا عند متحف معمول له دكتور سترينج، وبمجرد ما بيوصلوا هناك بيشوفوا التمثال بتاعه فبيعرفوا انه مات، والتمثال ده تكريما لروحه. بيبص عند باب قدس الاقداس بيلاقي موردو، وده اللي سمح له يدخل مدرسه كيمرداش علشان يتعلم السحر هناك، ولكن بعدها بيتقلب ضده وهو بيحاول يقتله. بيتفاجئ انه سلم عليه وكمان بيدخله جوه قدس الاقداس. موردو بيقول له احكي لي عن الكون بتاعك. بيقول له واندا بتستعين بالشياطين والسحر علشان تدمر البنت الغلبانه دي.
المشكله ان معاها كتاب قوي جدا وده من اقوى كتب السحر الاسود. بيقول له فين كتاب في شنطي؟ سترينج بيشرب الشاي اللي عامله له، قبل ما بيرد عليه الدنيا بتلف بيه وبيكتشف انه حاطط له منوم في الشاي بتاعه، وفعلا بيروح في 7 نوم هو وامريكا. في الوقت ده واندا بتكون بتعمل تعويذه من الكتاب علشان تروح العالم الموازي وتسيطر على النسخه الثانيه بتاعتها، وفعلا بتروح هناك هو بيسيطر على النسخه بتاعتها. ولكن يا فرحه ما تمت، بتيجي طالبه من مدرسه كامرداش او بتدمر الكتاب وبتموت. تفتكر ان واندا هتسكت يا صديقي؟ لا والله، بتفوق هو بتكون في منتهى الغضب وبتلاقي شغل الغلبان ده تطلع غضبها فيه، بتكسر عظمه هو بتقول له انت حافظ الكتاب بالكامل، هو اللي على التعويذات اللي كانوا مكتوبين فيه، بيقول لها على جثتي وجثه شامبو. بترفع الطلبه دول هو بتقول له ما هو لو ما قلتليش انا هعمل لك منهم شامبو. بيقول لها خلاص الكتاب ده ما فيش منه غير نسخه واحده، والاسطوره بتقول ان التعويذ اللي في الكتاب محفور على حيطه في جبل واندغارد، ولكن اللي بيستجرأ وبيروح هناك ما بيرجعش عايش. تقول له نجرب وممكن ننجح ونرجع تاني. في الوقت ده دكتور سترينج بيفوق ولكن بيلاقي اجهزه في ايديه ومش قادر يتحكم في قوته، بيبص يمين في شمال وبينصدم لما بيلاقي حبيبته كريستين في المكان. بيقول لها حبيبتي هو احنا هنا ليه؟ بتقول له انتوا هنا علشان الفحص. بيقول لها ليه هو احنا هنتجوز ولا حاجه؟ بتقول له لا يا خفيف علشان انتوا من عالم تاني وممكن تكونوا جايين بكورونا مثلا. في الوقت ده واندا بتروح الجبل ولكن بتلاقي هناك وحوش صخريه بتاخد لهم وضعيه الهجوم، ولكن الوحوش بيركعوا قدامها وهو بيكونوا اصلا مستنيينها بقالهم سنين. بتبص على الساحر الاعلى وبتعرف انه ملوش لازمه معاها فبترميه من فوق الجبل وبترجع تكمل اللي بدايته. في الوقت ده دكتور سترينج بيكون في المحاكمه ولكن المحاكمه بتتاجل لان واندا هجمت عليهم، وفعلا واندا بتهجم على المكان ولكن على مين؟ بيقفوا لها ابطال المتنورين ولكن ولا بيفرقوا معاها، بتاخدهم يمين في شمال لحد ما بتكسر عظمهم بالكامل. ومن الناحيه الثانيه برضه بيهجم على سترينج ولكن ولا بيفرق معاه. سترينج بيخلص عليه وبيروح لكريستين وامريكا علشان ياخد كتاب في شانتي، وبيروح كلهم علشان ياخدوا الكتاب اللي هيوقفوا بيه واندا بتحاول توقفهم ولكن بيهربوا منها، وفعلا سترينج بيوصل للكتاب وبياخده، بيفتح الكتاب وبيكون خلاص هيقرا التعويذه ولكن واندا بتحضر وبتوقفه، ولكن مره واحده واندا بتظهر وهو بتسيطر على امريكا وبتفتح بوابه ثانيه بترمي فيها كريستين ودكتور سترينج. واندا بتاخد امريكا وبتاخدها في العالم بتاعها علشان تاخد قوتها، ودكتور سترينج بيوصل لكون بيكون متدمر بالكامل، بيدور على النسخه المشابهه ليه وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لقدس الاقداس، بيخش جوه وبيقابل نسخته الثانيه، بيفضل يتكلم مع نسخته شويه، هو بيقول له انا عايزك تساعدني علشان ارجع امريكا قبل ما تموت، انا عايز منك كتاب دارك هولد علشان استخدمه واوصل لواندا قبل ما تقتل امريكا. بيقول له الكتاب ده ممكن يعمل تصادم في الاكوان ويدمر العالم بالكامل. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له يعني مفيش كتب. دكتور سترينج بيضربه ودكتور سترينج بيرد عليه، انا اول مره اشوف واحد بيضرب نفسه. بينزلوا في بعض تخبيط ولكن دكتور سترينج بيخلص على دكتور سترينج. ما تقلقش يا صديقي الاصلي بيخلص على التقليد. كريستين بتطلع فوق بيقول لها انا عايزك تامني لي المكان، انا هدخل جوه النسخه بتاعتي علشان اقدر اوصل لواندا. وفعلا دكتور سترينج بيلاقي الكتاب وبيبدا يستخدمه، بيخش جوه نسخه ميته بتاعته وبيروح علشان ينقذ امريكا، وفعلا بيوصل لواندا من غير كلام، بيخش فيها شمال ولكن ما بيقدرش عليها لان النسخه اللي هو بيستخدمها ميته متهالكه. بتخلص عليه وبتركنه على جنب، بتروح لامريكا علشان تاخد قوتها ولكن امريكا بتقلب عليها الترابيزه، بتقول لها عايزه تروحي لعيالك انا هبعتك حالا، وفعلا بتفتح لها بوابه وبتبعتها للكون اللي فيه اولادها، وفعلا بتوصل لاولادها وبتكون مستنيه منهم احضان واحزان ولكن الاولاد بيخافوا منها وبتحضر مامتهم اللي ربتهم، واندا بتهجم على امهم وبتمسح بيها السلم، بتقول لاولادها ما تخافوش انا مش هاذيكم، واندا قلبها بيحن لاولادها وبتنسى الشر اللي كانت فيه، ولكن برضو الاولاد بيكونوا خايفين منها. نسختها اللي ربتهم بتقول لها ما تخافيش سيبي معايا الاولاد، معايا هيفضلوا في امان. امريكا بتاخد واندا وهما الاثنين بيرجعوا لعالمهم الطبيعي. بعدها امريكا بتفتح بوابه ثانيه وبتاخد الساحر الاعلى وبيمشوا. في الوقت ده واندا بتحس بالذنب وبتدمر المكان اللي فيه تعويذ الشر بالكامل علشان ما حدش يجي بعدها ويستخدمه. في الوقت ده دكتور سترينج بيفوق وبيفوق كريستين معاه، بتقول له هو كل حاجه تمام؟ بيقول لها كله تمام ما تقلقيش، واندا ماتت وامريكا هتيجي على هنا، انا كان نفسي اخدك معايا للعالم بتاعي ولكن اللي عايزك تعرفيه انا بحبك في كل الاكوان، انا بعدت عنك لاني كنت خايف عليكي. تقول له انا هديك نصيحه، انا عايزك تواجه مخاوفك ومش عايزك تخاف من اي حاجه تاني. بيرجعوا تاني كامرداج وامريكا بتنضم ليهم علشان تتعلم الساحر، ودكتور سترينج بيرجع العالم بتاعه وهو بيصلح الساعه اللي اديتها له كريستين وبيطلع يكمل يومه عادي جدا. وهو ماشي في الطريق بتنده عليه كيل سترينج ودي بتكون الساحره العليا للبعد الظلامي. تقول له دكتور سترينج انت كنت السبب في تصادم الاكوان ولازم تصلح غلطتك دي بنفسك، ولا انت خايف؟ تفتكر انه هيخاف يا صديقي؟ لا والله. بيسمع كلامها وبيروح معاها، وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتخش تاخد لفه في القناه هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.